ملكة جمال أمريكا أصلها العربي وديانتها السابقة وقصة جوازها كانوا السبب في إثارة الجدل حواليها، بالإضافة بقى لجمالها الملفت ولبسها المكشوف واللي دايما بيثير الجدل. ريما فقيه من مواليد جنوب لبنان واتولدت عام 1985 لعائلة شيعية. أحداث لبنان في فترة التسعينات كانت السبب إنها تهاجر مع أسرتها للولايات المتحدة الأمريكية. كانت وقتها في سن 8 سنين، طفلة صغيرة غير مستوعبة للأحداث الجارية، وعشان كده كبرت ريما في عادات وتقاليد أمريكا واللي بسببها تعرضت لانتقادات كتير جدا. وكان من ضمن التصرفات دي هو خروجها من الإسلام واعتناقها المسيحية عشان تعرف تتجوز حبيبها رجل الأعمال اللبناني وسيم الصليبي، واللي اتجوزته في 2016 بعد ما اتعرفت عليه في حفلة البيجامات واللي حضرتها ريما ووسيم بلبس عادي جدا عكس كل الحاضرين. فلقوا ان في بينهم حاجة من بعض. وقتها الاتنين اتشدوا لبعض جدا ودار بينهم حديث طويل انتهى بظهور شرارة الحب. واعتبرت ريما ان لقائها بوسيم يومها كان لقاء الهي مدبر من رب الكون، عشان كده ما فكرتش كتير في امر تغيير ديانتها، وكان كل اللي هاممها انها تتجوز وسيم. جمال ريما كان دايما مخليها محط الانظار للجميع، وعشان كده قدرت تفوز بجائزة ملكة جمال لبنان في 2008 وملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في 2010، وكانت كمان مؤهلة إنها تكون ملكة جمال الكون. ريما كمان دايما محط حديث الجميع، وخصوصا بقى بعد نشر أزمة القبض عليها في شوارع أمريكا. وقتها كانت سايقة وهي مش في وعيها، وتعرضت وقتها لعقوبة كبيرة وغرامة مادية كمان، غير إن صورها من داخل قصرها دايما بتثير الجدل وكمان بتثير غيرة البنات واعجاب الكتير. فريمة دايما بتشارك متابعينها صورها من داخل القصر، وبتشارك كل تفاصيله وكل تفاصيلها الشخصية زي لبسها اللي دايما مسبب ليها انتقادات كبيرة من المتابعين اللي بيشوفوا انها جريئة بزيادة حبتين.